السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو دوت. طبعا المفروض ان انا اخرج دلوقتي، بس طبعا زي ما انتم شايفين المطرة، بصوا الارض، كل ما اجي اخرج الاقي المطرة تزيد اكتر، فطبعا مش عارفة اخرج دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو دوت. النهارده بقى اخدكم معايا رحله المستشفى. رايحين زياره لزوجي في المستشفى، وهقول لكم بقى اخر التفاصيل، لان في ناس كتير برضو في الفيديوهات سالتني عملتوا ايه، لان احنا كنت قايله لكم ان يوم 26 يعني فيصل هتفرق معانا كتير قوي قوي. ان شاء الله اول ما اوصل المستشفى هرجع لكم تاني واحكي لكم كل التفاصيل، بس عشان هنا صوت العربيات هيبقى عالي شويه فمش هعرف اتكلم. هوصل المستشفى وارجع لكم مره تانية. احنا كده وصلنا يا جماعه، وده وقت الزياره. عامل ايه دلوقتي يا بابا؟ عامل ايه؟ حلو. في تحسن؟ تحسن، ولكن عيني بس. عينك. والتنفس عامل ايه؟ كويس. تنفس بدون. شالوا الاكسجين النهارده صح؟ لا، امبارح شالوه. طب جميل جميل، حلو قوي. يبقى انت كده بتتنفس من غير الجهاز. كده بتتنفس من غير الجهاز صح؟ لا، بدون. طب الحمد لله يا رب، الحمد لله. كانوا حاطين له خراطيم يا جماعه في مناخيره، الجهاز كده وخراطيم. طبعا بيقول شالوها له بالليل، انا جيت النهارده لقيتها متشاله الحمد لله. وكده عملوا لك امبارح ايه؟ سكان مخ. سكان على المخ. ليه بقى؟ بيشوف. عشان النسيان يا جماعه وكده. نعم. ولا قالوا لك النتيجه ولا لسه ما قالوش؟ لسه ما قالوش. لسه. طب الحمد لله. طبعا عملوا لي سكان المخ عشان النسيان. الكليه عملوا لك الفحص طلع كام؟ كلية باقي 10%. شغاله بنسبه 10%. دكتورة بيقول أنا هيثبت كده. لو في تحسن يبقى خلاص.ไม่บีบแรงไม่ได้แรงเลยไม่ดูก็รู้แล้วถ้าบีบปุ๊บรับรองเป็นไงแรงดีกระดูกเปราะไม่แรงดีแรงบีบที่คอด้วยที่ปอดแขนมีหอมهنمشي ماشي. هنمشي ماشي. كده انا طبعا روحت البيت، رجعت البيت مع اتقان، بس ان شاء الله هي دلوقتي الساعة حوالي 3، على الساعة 7 هروح مرة تانية، يعني هروح مرحلة فترة بالليل كمان ان شاء الله. بس المرة دي هاخد معايا بسملة ومبشر بإذن الله يعني. هقول لكم بقى آخر التطورات. زي ما انتم سمعتوا هي حاليا احنا لحد دلوقتي لسه ما دخلناش، يعني هو احنا دخلنا في مرحلة غسيل كلية بس هو مش راضي. حاول ان هو ياخد مهلة من الدكتور، يعني على اساس ان هو يدينا مهلة كمان شهر، يحاول ان هو يمشي على علاج مظبوط ويحاول ان هو يلتزم. وطبعا فيها اعشاب بقى والكلام ده، بس احنا طبعا مش قايلين للدكتور لان هو جرب العلاج خلاص، العلاج مفيش منه اي نتيجة، فاحنا هنجرب هنخش في مرحلة الاعشاب. احنا فعلا دخلنا فيها بقى لنا حوالي 10 ايام تقريبا او اسبوع. هيجرب بالاعشاب وبعد شهر هنروح ويعمل التحاليل مرة تانية ونشوف هل في
تحسن ولا لا. لو في الوظائف الكليه اتحسنت يبقى كده الحمد لله يا رب، هنستمر وهنكمل ومش هنخش في مرحله غسيل، لان طبعا عنده القلب تعبان. فيعني الحكايه المساله كلها مش مستاهله يعني، مش ناقصه قصدي يعني مش هيبقى متحمل حاجات زي كده، كفايه يعني. فخلينا بقى نشوف يا جماعه دعواتكم لنا الايام اللي جايه. طبعا في ناس كتير دخلت سالتني، لان كنت انا قلت لكم يوم 26 ده هنعرف والكلام ده، فجيت بعد كده ستوب سكيت. ايه هو موجود من يوم 26، موجود في المستشفى لحد النهارده. طبعا يعني بيظبطوا الحاله بتاعته كلها كامله على بعضها، لانه مش عنده مرض واحد. ده برضو في بعض ناس انا مش عارفه بالظبط ايه، يمكن جداد عندي او بيقولوا لي احنا من ساعه ما عرفناكي وانت جوزك مريض. والله يا جماعه اسالوا ربنا، ما تسالونيش انا يعني. انا مش في ايدي حاجه، ولا هو في ايده اي حاجه، ما فيش انسان في ايده حاجه. فاسالوا ربنا، ما تسالونيش انا. بيقولوا لي انت احنا من ساعه ما عرفناكي وانت جوزك مريض. والله انا لو جوزي ما كانش مريض انتوا ما كنتش هتعرفوني خالص يعني. لاني انا ما بداتش فعلا اطلع على السوشيال ميديا الا من بعد مرض زوجي ده. انا ساعتها بدات ان انا اطلع على السوشيال ميديا، لكن قبل كده انا متجوزه بقالي اكتر من 25 سنه، عمري ما حد عرف عني اي حاجه. لكن انا فعلا ما بداتش اطلع الا من بعد ما زوجي تعب. فكل حاجه بايد ربنا يا جماعه، مش بايدي. يعني لو بايدي انا اقدر اشفي، استغفر الله العظيم يا رب، كنت خليته احسن حد في الدنيا يعني. فبجد الانسان قبل ما يطلع الكلمه يبقى يوزنها كويس. يعني ايه من ساعه ما انتوا عرفتوني وانا زوجي مريض؟ يعني بجد مش عارفه ارد، يعني مش عارفه اقول ايه، مش عارفه افهم السؤال. انا بصوا، يمكن في الاول كنت بتضايق وبزعل، لكن حاليا دايما بلتمس العذر للي قدامي. بس في حاجات بجد يعني ما بتبقاش ناقصه، يعني مش ناقصه اللي يحك لك على مناخيرك. يعني الواحد فيه اللي مكفيه وما بيقعدش في البيت ووقت كله كذا. فيمكن اللي يشوفني مثلا عامله فيديو بنضحك، عامله فيديو كذا، انا ببقى بعمل الفيديو وبعد ما بخلص بلبس وبمشي. يعني النهارده مثلا انا صورت لكم يومي النهارده. غير كده انا ممكن ان انا كنت مثلا اصور فيديو دلوقتي وبعد ما اخلص اطلع على المستشفى، فالناس تفكر يا فرحانه ومتهنيه. عارفين اللي بيقولوا كده دول؟ بالظبط كده. والله يا ريت، انا نفسي بجد والله، بس الحمد لله يعني. بصوا على كل شيء الحمد لله، انا احسن من غيري كتير قوي قوي. كل اللي بيجيبه ربنا احنا راضيين بيه، احنا احسن من غيرنا، في ناس غيرنا اكتر من كده بكتير. فالحمد لله يا رب على كل اللي يجيبه ربنا. بس يا جماعه هسيبكم بقى دلوقتي. هتغدى، والله ما اتغديت لحد دلوقتي، واغدي الولاد نتغدى مع بعض يعني. وهطلع على المستشفى باذن الله في على الساعه 7، من 7 ل 9 في الزياره، يعني اللي هي الزياره المسائيه باذن الله.